مش انت خلعتيني وخدت مني الشقه ام 3 مليون جنيه بقرار تمكين مسكن حضانه؟ طب وربنا لا ادخل اجيبك من شعرك وارميكي في الشارع يا تربيه الحواري وما انت طايلاها. ودي كانت اخر كلمات الزوج قبل ما يتحكم عليه بالحبس 5 سنين ويدفع غرامه 200 الف جنيه. ليه؟ لأن الزوجة دي بعد ما خلعت زوجها أصبحت مطلقة منه وكان معاها أطفال منه، فخدت الشقة بتاعت مسكن الزوجية دي كمسكن حضانة بموجب قرار تمكين من المحامي العام. بقت الشقة بتاعتها لوحدها على اعتبار إن هي حاضنة للأطفال. استلمت الشقة دي بموجب قرار تمكين من المحامي العام ونزلت واستلمت الشقة بالقوة الرسمية وخدت الشقة بقت تحت حيازتها. لو أي حد منع انتفاعها بالشقه او اغتصب حيازتها او طلعها زي ما الزوج ده كان بيقول بشدها من شعرها وطلعها بره الشقه، فيعاقب بجريمه اغتصاب الحيازه. وده طبقا لنص الماده 370 من قانون العقوبات الجديده اللي غلظت عقوبه اغتصاب الحيازه. واغتصاب الحيازه ده يا جماعه بيسري على كل قرارات التمكين سواء مسكن زوجي